السلام عليكم أعزائنا المتابعين. أتمنى تشوفون هذا الفيديو للنهاية حتى تفهمون شنو جاي يصير ومحتوى الفيديو. هاي تغريدة لفائق الشيخ علي بصفحته على تويتر. شنو يقول بيها؟ وفقني الله سبحانه وتعالى يوم أمس بأن أزور مرقد شريفة بنت الحسن صلى الله عليه وسلم وعليها السلام ورضي الله عنها وقدس الله سرها الشريف، لأشخ عليها وعلى من بنى مرقدها واحتقد بها وزارها طلبا لشفاعتها. مطعم شناشيل بدبي يشرف شريفة وكل من لفها أمة هتك الأعراض. بس هذا اللقيط السافل اللي منحط فاخ الشيخ علي جاي يسب شريفة بنت الحسن. ايش قدك ناس راحوا زاروها وفعلا انقضت الحاجة مالتهم. يعني سواء واحد انا اعرفه معرفة شخصية، صار له متزوج تقريبا 5 سنوات وما صار عنده خلفة. 5 سنوات متزوج وخلفة ما صار عنده، بس راح زار شريفة بنت الحسن ورجع صار عنده خلفة. فهذا السافل المنحط على اساس جاي يسبها. بعدين يعني هو كاتب هنا مرقد شريفة بنت الحسن، زين يا حسن يعني غير الإمام الحسن عليه السلام، فشون السبته وهي من نسل آل البيت عليهم السلام؟ فانت واحد سافل ومنحاط يا فاق الشيخ علي، ولعنة الله عليك وعلى أتباعك. واستمر اضحك على هاي الأغبياء اللي تابعك، ساحقة وماحقة وتحرير العراق ومن الحكي هذا. زي شلون أمريكا تريد تحتل العراق وتغيره وهي تجي تجيب شركات تشتغل داخل العراق وتدعم الجيش العراقي، وقبل فترة نشروا انه راح تزود الجيش العراقي بصواريخ الهيل فاير. شلون تسقط النظام وشلون تدعمه؟ وباعتراف حيدر البرزنشي انه امريكا هي طلبت من اسرائيل عدم ضرب العراق، يعني هي تحمي العراق من الضرب. الله يطيح حظك والله يا سافة يا منحط. على العموم اعزائي المتابعين، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم. اقول قولي هذا واستودعكم الله.